السلام عليكم. تعالوا معايا النهاردة هنعمل معاكم حاجة جديدة. دايما الجديد شديد. عندنا حاجة جميلة روعة جدا ورهيبة هنعملها مع بعض زي ما انتوا شايفينها كده. خشوا على الصينية وتمعنوا الصوابع بتاعت ايه. مش هقول لكم بتاعت ايه، جوه الفيديو هشرح لكم. بس جميلة جدا ورهيبة، طعم وريحة اقتصادية وكمان ايه صحية. يلا بينا نشوف. جبت الرز ده لقيته كده محتحت، هرميه؟ لا مش هرميه. ايه رأيكم؟ هعمل بيه معاكم النهاردة حاجة جميلة جدا ما تخطرش على بال حد. تابعوا معايا هتشوفوا معايا حاجات جديدة. ايه رأيكم؟ هنعمل ايه؟ تعرفوا تقولولي؟ يلا بينا اقول لكم هنعمل ايه. الجديد شديد، يلا بينا. جبنا الرز وغسلناه، غسلتيه غسلة كويسة، انقعيه 24 ساعة، يعني يوم كامل. بعد يوم كامل هتلاقيه كده بدأ يطرى. خلاص كده. طبعا تخليه في التلاجة وتشطفيه شطفة كويسة خالص، وبعد كده تاخديه تحطيه في الكبة بتاعتك وتبدأي ايه بقى تطحنيه. وبعد كده هنحط عليه مية ونفرمه. عايزاكي تفرميه فرم كويس جدا يبقى ناعم، عايزاه يبقى ناعم خالص. شايفين انا بوريكم حطيت قد ايه ميه، يا دوبك كده ايه مغطيه الرز بنص ايه سنتي. يلا بينا بقى نفرم عشان يبقى ناعم ناعم خالص. يلا اهو، عملت كل الكميه طلعت عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي الميه. شايفين؟ زي الميه، طري طري جدا فوق ما تتصوروا. هنبدأ بقى نحط عليه نص معلقة ملح من المعلقة اللي أنا ماسكاها دي، ونقلب كويس لغاية ما ينسجم الملح جوه إيه الخليط بتاعنا. هو ده بقى الخليط اللي احنا هنعمل بيه الصوابع بتاعتنا. طب هنعمله ازاي؟ تعالوا بقى بينا أقول لكم هنعمله ازاي. جيب المقلاية بتاعتك وحطي فيها كبشة، وبعد ما تحطيها وتسويها تستوي تقلبيها على الناحية التانية تستوي. انا اول حتة وانا بحط دي اتقطعت، بس برضو هعمله تاني معاكم مرة تانية. خلاص كده شوية وكده شوية ويستوي وتطلعيه. يلا بينا نعملها مرة تانية معاكم، هتبقى جميلة جدا. وتفرديها وتخليها مدور وتسدي كل الاخرام اللي فيها، وبعدين تسيبيها بقى لما تستوي من هنا ومن هنا ومن هنا، وتحطيها وتحطي عليها فوطة وتغطيها. طلعت عندي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وما زال لسه عندي، بس انا عايزة اوريكم اللي طلع عندي. وطلع عندي جميل جدا. رقائق الرز هنستعملها صوابع زي الجلاش. عايزه اقول لك ملحوظه، انت لما تحطيها على بعضها في قلب الفوطه وتغطيها كويس تفضل طريه، ولو لزقت في بعضها هتطلع كده بسهوله، لان الرز فيه لزوجه نشويات. بس انا حبيت اقول لك بس النصيحه دي عشان تبقي عارفه. حتى انا هوريكي بقيه الكميه اللي انا ايه كملوها الولاد وايه طلعتها. المخرومه ديت وانا بسلك من بعضه اتخرمت، مش مشكله هنستعملها برضو. بصوا تلفوها تتنوها تعملوا فيها اللي انتوا عايزينه، هتبقى معاكم جميلة جدا. بصوا بقى ايه الحتة اللي انا بقول لكم عليها لزقة، اللي ملزقة. الحتة دي بقى ايه هتستفادي منها لما تيجي تحشيها وتلفيها صوابع. يعني ما تزقلي ما تتضايقيش من الحتة دي. لا بالعكس الحتة دي هتستفادي منها كويس قوي. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، جميل. ينفع للدايت على فكرة يا بنات، لانه مغسول كويس ومنقوع ومتصفي ومغسول كذا مرة، فالنشويات قلت فيه. بصوا ما شاء الله بقى، لما يلزق في بعضه تفضلي تسلكيه كده بالراحة. طبعا انا بصور بايد وبعمل بايد واحدة، فما شاء الله بيطلع جميل جدا جدا. فانا زي ما قلت لكم الزوجة اللي فيه هتستفادوا لما تلفوها، مش هتحتاجوا اللي انتوا تلزقوا الاطراف بعجينة سايحة. فهمتوا؟
خلاص كده انا قلت لكم كل حاجة فيه. بصوا ما شاء الله كله رقائق زي بعضها، دواير. طبعا انا عاملاه صغير عشان انا هعمله صوابع. بصوا بقى ما شاء الله اهو، فردت كله بقى من بعضه وجبت عندي العصاج. جهزته بقى كده خلاص. هجيب طبق واحط فيه معلقة زيتون وابدأ احط بقى معايا الرقائق. هحاول ان انا ايه الف معاكم وانا كده بحط معاكم العصاج. طبعا العصاج ده انا ببقى مجهزاه وشايلاه في قلب الفريزر. حطيت بقى كمية العصاج اللي انا عايزاها وهبدأ الفه صوابع، حطتني من هنا وتتني من هنا وتبرمي. بس انا جيت اعمل عشان خاطر الموبايل في ايديا التانية معرفتش قوي اظبطها، بس انا هوريها لكم انها هتطلع صوابع. بصوا هلفها واظبطها وارجع لكم. ايه رأيكم؟ لفيت واحدة وظبطتها وحطيتها اهي في قلب ايه الطبق قبل ما هرصها في الصينية. يلا بينا نجمع كله بقى، هنحطه بنفس الشكل ونلفه هيطلع معانا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يلا نقلتها في قلب الصينية وحطيت عليها زيت. طبعا انا بحط صينيه في الفرن واطلع على الصينيه تبرد، احط في الطبق عبال ما تبرد. هرش عليها بقى زيت زيتون، ما هي الحاجه الصحيه لازم تبقى صحيه من اولها لاخرها. هتطلع معاكي جميله ورهيبه جدا بعد تلت ساعه. بصوا معايا الصوابع بتاعتي، طبعا هي طالعه فاتحه شويه وزي ما هي جميله. بصوا تقولوا صوابع جلاش، الطعم والنكهة بتاعتها رهيبة جدا، وفي نفس الوقت انت استخدمتي حاجة من البيت. يعني ما عندكيش جلاش، اعمليه انت في البيت، هيطلع معاكي جميل جدا ورهيب. وما تنسوش اقول لكم ده بتاع الدايت، رهيب جدا جدا جدا. مش ولادك ياكلوا جلاش وانتي ما تاكليش صوابع جلاش، لا انتي وهم هتاكلوا صوابع جلاش بالطريقة دي. يعني اللي عامل دايت او عنده سكر يعمل الحاجة دي، هتطلع معاه جميلة جدا، طعم ونكهة خطير جدا. لا يرفع السكر ولا يعمل اي حاجة. اولا انتي غسلاه كويس، نقعاه 24 ساعة طبعا جوه التلاجة عشان ما يعملش ريحة. وبعد ما يكون جوه التلاجة هتطلعيه تصفيه وتغسليه 3 4 مرات. نزلتي كمية النشويات اللي فيه، هتبدأي تعمليه زي ما انا قلتلك. يلا جربوه وقولوا لي ايه رأيكم فيه. وباي باي 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 ايه، والسلام عليكم.